متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. شاهد أول ظهور لساحر الكوت ديفوار ويكشف سحر منتخب الجزائر على الهواء وسحر رياض محرز في إفريقيا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. شكرا لكم جزيل الشكر. أجرى لاعب الخضر منتخب الوطني الجزائري أول حصة تدريبية بمدينة بواكي بكوت ديفوار وسط إجراءات أمنية مجددة. ووصل الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبه إلى ملعب الرئيسي خلال الساعات القليلة الماضية استعدادا للمباريات الرسمية في كأس أفريقيا 2023 التي ستجرى بكوت ديفوار. كما جرت الحصة التدريبية وسط أبواب مغلقة بملعب دون حضور الإعلاميين وحتى بعض المشجعين من كوت ديفوار الذين أرادوا لقاء النجم رياض محرز والبقية لأخذ صورة تذكارية معهم. وتحدثت وسائل إعلام عربية عن الساحر الإيفواري المشهور الذي تنبأ بفوز المنتخب الجزائري في أولى مبارياته بالكان، حيث تنبأ بفوز الجزائر والتأهل للدور الثاني، الشيء الذي أدهش الجميع بمن فيهم الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي. فما رأيكم بما تنبأ به الساحر الإيفواري؟ أجيبونا في التعليقات.